السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. هذا الطاجين ديال الحوت. شحال زوين انك من بعد ما تصوم وتخلص الجسم ديالك من السموم تفطر بشي حاجه اللي هي صحيه. هاد الطاجين خالتي اللي غادي تصايبو بطريقتها. هنا كما كتشوفوا هذا السمك مغسول مزيان ومقطع له داك الشوك اللي كيكون الفوق. بطبيعه الحال كنخويوه من البطن ديالو ومرقد في الحامض. تقدروا تخليوه ليله كامله وهو مرقد. انا هنا خليته غير شي 3 ساعات. وهادو هما المكونات باش غادي نقادو هاد الطاجين. كاين الحامض، كاين التوابل، كاين البصله، كاين فلفله حاره اختياريه، معدنوس، بطاطا، خيزو والفول، ومن طبيعه الحال الحوت. ممكن ديروا اي نوع بغيتو، حنا درنا هذا. وكاين واحد المكون اللي قالت لي خالتي كيخلي الطاجين ديال الحوت بنين وهي الحلبه. دابا غادي دوز باش غادي تقاد الطاجين. غادي تضيف زيت الزيتون اول حاجه. غتضيف عليها واحد شويه ديال الماء قياس نص كاس. نضفت لي بزار والكركم وسكينجبير، غادي تخلطهم مزيان. غادي تضيف عليهم شويه ديال البصله، وغادي تضيف عليهم شويه ديال المعدنوس، وغادي تخلطهم مزيان باش كتدير فيهم داك الحوت باش كيتشرب هاد لاصوص هادي. وكتضيف حتى في الوسط هكا كما كيوضح الفيديو. المهم غادي تبقى دير هكا حتى كتكمل ديك الكميه اللي عندنا ديال الحوت صافي. وكدوز باش تضيف باقي المكونات. هنا اول حاجه كتضيفها هي الجزر. غادي تحيد داك الحوت على ما تفرش واحد الطبقه ديال الجزر. غادي تحاول تغطي كاع داك القاع ديال الطاجين بالجزر. ممكن تقطعوه هكا، ممكن تقطعوه بالطريقه اللي عجبتكم. من بعد غادي تضيف عليه طبقه ديال البطاطا قطعتها هكا دوائر. غادي تحاول تغطي كاع ديك الطبقه ديال الجزر عاد باش كدوز باش كتضيف الحوت. كتحاول تستفو هكا مزيان باش يجي مع الطاجين هو هذاك كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي تضيف من الفوق البصله. هذه بصله خضراء، بغيتو تضيفوا اي نوع ديال البصل ممكن بطبيعه الحال، هو قطعوه هكا مزيان. وغادي تضيف من الفوق ديال البصله البقدونس اللي هو المعدنوس. تحاول توزع على كاع ديك الطبقه ديال الحوت باش كيجي المنظر زوين وحتى كيتنسم الطاجين وكيجي بنين بزاف. وكتضيف واحد شويه ديال الفول من الفوق. الفول كيعطي واحد النسمه، واحد الرائحه، واحد النكهه رائعه في الطاجين ديال الحوت، زائد انه كيخلي المرقه كتجي خاتره. المهم بغيتو تضيفوه ما بغيتوش ممكن تكتفيو غير بهاد المكونات. وهذه الحلبه اللي ديجا مسلوقه باش كنقصوا من ديك الرائحه ديالها حتى هي اختياريه، ولكن راه قلت لك كتجي زوينه وفعلا جا الطاجين بنين حيت تاكلينا. عاد درت المونتاج الفيديو. المهم اللي ما كتعجبوش الحلبه ولا كيخاف من الرائحه ديالها ما يديرهاش. وهنا غادي نضيفوا الحامض. معروف الطاجين ديال الحوت ولا الحوت عموما كيدار معاه الحامض. وغادي نضيفوا اخر حاجه هي الفلفله الحاره حتى هي اختياريه. وترشوا من الفوق شويه ديال الملحه حيت فاش غسلنا داك الحوت كنا رقدناه في الملحه والحامض. اذا فحاولوا ما تكثروش من الملحه من بعد. دابا ما بقى غير نوضعوا هاد الطاجين على النار ومره مره بقى نطلعوا عليه حتى كيطيب. ساهل انك دير كل شيء دقه واحده ومن بعد كتحط كل شيء على النار. احسن حاجه الصراحه وصحي. دائما الحاجه اللي ما مقلياش كتكون صحيه. هنا تقريبا قبل ما يطيب بالنص ديال الوقت صورته لكم. وهنا اخر حاجه فاش طاب هكا كيجي. جربوه وحاولوا ديروه، صراحه صحي بالخصوص في هذا الشهر المبارك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.